عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ترحل أحبابي فما الدور بعدهم. ترحل أحبابي فما الدور بعدهم. وإن شمخ البنيان إلا مقابر سدان. كل من في الأرض دون أحبة تروض لهم. إن أرمضتك الهواجر فإن رحل الأحباب فإن رحل الأحباب عنك وباعدوا فأنت غريب غريب غريب. فإن رحل الأحباب عنك وباعدوا فأنت غريب ما لديه أواصر. لقد أخذت مني القبور أحبتي. لقد أخذت مني الطفوف أحبتي. لقد أخذت مني الطفوف أحبتي وأفردني من كنت فيهم أكاثر. أنادي الضعان تاني 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 متاني متاني وحشم يا أهلي وأهلي. متاني 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 الحقول الشبر والرمل.
أنادي عالضعن تاني متاني وحشم يا أهلي وأهلي متاني الحقوا لي الشمر والرام متوني من قد ما أشاقف عن رقي صاحت هنا يا أهل الحمية هنا يا أهل الحمية يا أهل الحمية يا أخوة فاطمة خذوني سبي هل هنا لو جاكم خبر عني بكم لا يرد ويخيب ظن اخذوا أثر درب ونشدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من النصوص الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة هي الأدلاء على مرضات الله. يزور الإمام الهادي عليه السلام أهل البيت في الزيارة الجامعة الكبيرة، هناك مقطع: السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. احنا نحاول قدر الإمكان وبما نفهم أن نقف على هذه العبارة وقفة متأنية. ماذا يعني أدلاء على مرضات الله؟ شنو يعني أهل البيت أدلاء على مرضات الله؟ سبقها الإمام بعبارة دعاة إلى الله. طبعا الفقرات الموجودة في الزيارة الجامعة مرتبة ترتيبا مقصودا وترتيبا منطقيا إن صح التعبير، لذلك قد تجد يعني عبارة مشفرة في زيارة الجامعة مفتاحها أيضا في نفس زيارة الجامعة، وقد تجد شيء سهل ليشرح شيئا صعبا في الزيارة. هذا نص من النوادر حقيقة من نعم الله أنه وصل إلينا. هناك نصوص عن أهل البيت عليهم السلام هي عبارة عن كنوز، ولا تستغرب بعض النصوص كانت مخفية في العصور المتأخرة ظهرت. ما ندري هل كان أهل ذاك الزمان مؤهل لذيك المعارف، لو أكفت قصد آخر ما ندري. بس مثلا الصحيفة السجادية في عصر الإمام الصادق نسختين بس، فقط نسختين. في عصر الإمام الصادق عندنا نسختين من الصحيفة السجادية، ما عندنا أكثر. وكانوا يعني يحفظوها، يعني يتناقلوها، يعطوها واحد لواحد فقط، مو مثل الآن. هاي المعارف الآن شائعة ومطبوعة، ولا يخلو بيت في مدرسة أهل البيت من الصحيفة السجادية. هاي معارف، هاي كنوز، والله عز وجل تفضل علينا بها. الزيارة الجامعة من هذه الكنوز الثمينة والنفائس الدفينة. كل فقرة في الزيارة الجامعة هي مدرسة بحد ذاتها. لكن شوفوا هذا الترتيب: الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله، بعدين يقول المستقرين في أمر الله إلى آخره. اللي يعنينا هذا: أدلاء أولا ومرضات
ثانيا وشلون هم أدلاء على مرضاة الله. 3 مطالب ندخل إليها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الدليل غير الداعي. أدلاء جمع دليل، دليل كخليل على وزن فعيل، مشتق من دلالة، دال ولامين تجمع تصير دلة. تعريفها إنه من يشير إلى شيء ويدل عليه وهو يعرفه. ونقول دلالة ونقول دلالة، كولاية وولاية كلاهما صحيح. الدليل والدلالة، يعني الدلالة والدلالة، والولاية والولاية كلاهما صحيحان. الدليل هو اللي يعني يشير إلى شيء لكن عن حجة، مو مثل الداعي أعم. أحيانا الإنسان يدعو إلى شيء لكنه ممكن تكون دعوته غير تامة، ممكن ما عنده دليل عليها. واحد يدعو إلى شيء لكن لما يدل عليها هو يملك دليلا عليها وحجة وبرهانا. ولذلك الدعاة إلى الله هم يدعون دعوة عامة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هاي الدعوة إلى الله اللي هي على قسمين و4 أركان لا أريد أن أقف عليها. قسم بإذن وداعيا إلى الله بإذنه، يعني مو داعي من عده، أكو إذن إجا وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال له يا أيها المدثر قم، يا أيها المزمل. أكو إذن وأكو دعوة عامة اللي هي تشمل جميع المؤمنين أن يدعون إلى الله وإلى محبة الله وطاعة الله ورضوان الله ومغفرة الله ومحبته إلى آخره. هذه الدعوة وهي على 4 أركان: معرفة المدعو إليه ومعرفة الداعي وصورها وأدواتها. هذا الكلام لا أريد أن أقف عليه، وقفنا عليه في مكان آخر. الدليل هو الذي يشير إلى شيء بمعرفة، يعني يدري يعني مثل ما اليوم نقول واحد هذا دليل سياحي مثلا. شنو يعني دليل سياحي؟ يعني هذا يدليني بأماكن هو طارق الأماكن من قبل، طارق يعرف تفاصيل. وهذا دليل طبي وهذا دليل علمي. الدليل هو الذي يأخذ بيديك إلى شيء ولكن يعرف التفاصيل. وتشوف الأئمة عليهم السلام قالوا إنه أنت في هاي الدنيا هم يحتاج لك دليل يدلك. ليش؟ لأنه هاي الدنيا هوسة، في طريق الله هم يحتاج لك دليل. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام: إنكم لتطلبون الدليل في الفرسخ والفرسخين، أفلا تطلبونه في ملكوت السماوات؟ يعني يقول لك أنت تمشي لك 10 كيلوات بمكان ما تندل، تسافر مسافة تروح إلى مكان ما تعرفه، يحتاج لك شنو؟ يحتاج لك دليل يدلك، يقول لك هيك الطريق كذا. يعني معقولة في طريق السماوات، في طريق الله، أنت ما تحتاج دليل؟ ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أهل البيت يوصلون إلى من؟ يوصلون إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا يدلل يوصل. ومن جمالية مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه بقت المدرسة حية بهذا اللحاظ، أنه أنت هلك من لم يكن له حكيم يرشده. دائما أكو في مدرسة أهل البيت رجوع للعقل الذي يقضي برجوع الجاهل للعالم. ولذا فاسألوا شنو؟ أهل الذكر. يمتى؟ إن كنتم لا تعلمون. فهنا
دليل الرجوع صار دليل عقلي ودليل قرآني، يحتاج الإنسان إلى أن يرجع يستفسر، مثل ما الإنسان الآن بالطب يرجع للطبيب، بالبناء يحتاج إلى رجوع للمهندس والمقاول والماشي، في كل شيء في الدين كذلك دليل. هاي واحد، احنا جاهز نفلس العبارة ما جاي نشرحها، كل كلمة على جهة، حتى بعدين لما نجمع المادة شنو معنى أنهم عليهم السلام أدلة على مرضات الله. هاي واحد. اثنين، مرضات. هاي مرضات أصلها رضا، وأصل الرضا رضو وراضية، مش فيها اشتقاقين. مرضات الميم مصدر ميمي، والتاء دليل الاستمرارية. الرضا هو أحد أركان الإيمان الأربعة. إحنا عندنا الإيمان 4 أركان: توكل وتسليم ورضا وتفويض. توكل وتسليم ورضا وتفويض يتدرج بيهن الإنسان، يتدرج بيهن، بس هن يكون 3 4 عند الإنسان، عند المؤمن. يعني الرضا بمعنى القبول عن طيب نفس، وهذا على نوعين، بس ركزوا وياي، هذا على نوعين: رضا الله على العبد، ورضا العبد على من؟ على الله. رضا الله على العبد يمتى يتم؟ يتم لما يضبط 3 أشياء. العبد الله يرضى عليه لما يضبط 3 أشياء: عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة، وشريعة صحيحة، وأخلاق صحيحة. عقيدة صحيحة لازم اعتقاده صحيح، اعتقاده بالله واعتقاده بالنبوة والإمامة والعدل والمسائل العقائدية، أن تكون العقيدة صحيحة. وهذا أمر مو سهل. ليش؟ لأن أحيانا أنت 99% عقيدتك صحيحة، أكو فد خلل واحد عندك تبي تدري بيه، بس تبي معتقد بيه وتبي تدري بيه غلط، هذا ممكن أنا باشر يوقفني. شوف الأئمة في زمن الأئمة كانوا الناس يعرضون عقيدتهم على الإمام، يعرضون، يعني يروح للإمام الصادق يقول له: مولاي أنا أريد أعرض عليك عقيدتي. يقول له: تفضل. يقول له: الله واحد لا شريك له، محمد نبي، علي إمام، ورا علي الحسن والحسين والسجاد، وعدد الأئمة، القيامة حق والعدل حق والقبر حق. كان يعرض علي الإمامة العقائد وبعدين يمضيها إليه، يقول له: أحسنت. بعدين يقول له مثلا: اعتقادك بالغيبة شنو؟ مثلا اعتقادك بالإمام المهدي الإمام الثاني عشر شنو؟ زين. بالعدل شنو؟ تقول بالجبر، بالتفويض، لو بالعدل، أمر بين أمرين، وهكذا. كان يعرضون عقيدتهم على الأئمة عليهم السلام. طبعا الآن لا يوجد تقليد في العقائد. ليش؟ لأن ثبتت، ما بيها يعني إن صح التعبير، ما عندنا مستحدثات، تيجي مستحدثات ضمن القواعد الرسمية فثابتة. ولذا احنا في مدرسة أهل البيت ما عندنا تقليد في العقائد، عقائد ثابتة. الأمر الثاني شنو؟ الفقه، الأحكام الشرعية. هنا تجي مسائل الديمومية، يعني المستحدثات اللي يعبروا عنها بالفقه مستحدثات. هاي لأنه الزمن يتقدم ويتطور، وتطلع عندنا أشياء ممكن في زمن الأئمة ما إجا واحد سأل عليها، فهنا راح يصير عندنا فقه، عقائد، تقليد وشيء من هالقبيل. هنا هذا الفقه، أن يكون الإنسان فقه صحيح. فقه صحيح يعني شنو؟ يعني لا يعمل المحرمات ويؤدي شنو؟ ويؤدي الواجبات. هاي 2. 3، أخلاق. الأخلاق اللي تبدأ الأخلاق، طبعا هذا موضوع شائك. الطريق إلى الله العملي هو هنا،
عقيدة وشريعة، يعني عقيدة وأحكام وشني وأخلاق. هذا الأخلاق هذا بحر طويل، هذا بحر عميق. ليش؟ لأن تحت مظلة الأخلاق راح تدخل لنا معارف عميقة ومسائل كثيرة وعلوم. ليش؟ تبدي من تربية النفس وقمع الملكات السيئة، تنتهي بالشهود والتجليات والفناء والبقاء ولا ما شابه ذلك. فهذا بحر طمطام. يبدي منين؟ يبدي من بصيرة الإنسان بملكاته السيئة. أول خطوة. مرات واحد دائما يسأل يقول إذا واحد يريد يسير في طريق الله أول خطوة شنو؟ أول خطوة في طريق الله شنو؟ يقولوا له أول خطوة في طريق الله اليقظة. يقظة يعني شنو؟ اليقظة ضد من؟ ضد الغفلة. الغفلة يعني حاطين حجاب على ما يشوف. اليقظة ينتبه إنه هو شنو؟ وين مخلي رجله بالغلط. قالوا أول خطوة في طريق الله اليقظة. بس هاي اليقظة ومضة، همه هي، بس هي ومضة. لا نريد أن نخالف مشهور علماء الأخلاق ومشهور علماء العرفان اللي يقولون اليقظة أول الطريق. بالحقيقة مع احترامنا لهم، اليقظة أول ومضة، أول بارقة، مو أول مقام. هم يقولون مقام، جزاهم الله خير، هذا رأيهم مقام. بالحقيقة هي ومضة. ليش؟ لأن هو غافل، انتبه مشي، بس هاي مجرد ما انتبه مو مقام، هاي انتبه. نايم في بحر المعصية الله يريد ينتبه. شوف مرة يودي له واحد يسولف وياه، يقول له يا عمي هذا غلط، هذا حرام، ما فات. مرة شوية يثخنها وياه، ما فات. ما الآن شاف هذا ما يجري الدرب، كفخه، طق بلاء، بالبلاء سوى، انتبه. هذا الانتباه يسمونه اليقظة. سبحان الله، الله يتعامل ويانا مثل ما يتعامل الراعي ويا الغنم. شايفين الراعي الغنم أجلكم الله تمشي، إذا يعني وحدة من عدهن مشت عكس الدرب، شو يسوي لها؟ أول مرة يصيح بيها، رجعت ما رجعت، مرة ثانية شو يسوي؟ يشيل العصا عليها، رجعت ما رجعت، ثالث مرة شو يسوي؟ طق على خشمه، طق عاد يرجعها. حتى البلاء رحمة، الحقيقة حتى البلاء رحمة، بس إنسان ما يلتفت. حتى البلاء نعمة. ولد شوفوا أكو فلسفة كلش عميقة إخواني. هو الإنسان يعيش بنعمة وببلاء، صحيح؟ هاي الحياة، نعمة وبلاء، لما تخلص. مرات النعمة نفسها، بس ركزوا يا رجعان، مرات النعمة نفسها تصير مقدمة للشقاء والعذاب. شلون؟ الله أنعم عليه، انطاه فلوس قام يتكبر. زين، هو الرزق المادي نعمة لو مو نعمة؟ بس هاي النعمة من أدت إلى التكبر شو تحولت؟ إلى ابتلاء. شوف، انطاه علم صار مغرور، انطاه قوة جسدية قام يعتدي على الناس. صارت النعمة بحد ذاتها شني؟ ابتلاء. ومرة الابتلاء نعمة. شلون؟ ابتلاء بمرض، من ابتلاء بمرض انتبه، قال سبحان الله أنا وين كنت، والله لو الله يطيبني إلا أرجع له. أو انحصر في زاوية ضيقة، راد ينفضح، غارق بالمعصية. ذاك اليوم الله راد يفضح شوية، يقرصه خفيفة ماكو،
شوية من الستر الرفع، شوية من الستر الرفع. انتبه، صارت بداية شنو؟ بداية رجوع، بداية رجوع. صار البلاء شنو؟ البلاء نعمة. ما أدري وياي أنتم؟ فالنعمة تستبطن ابتلاء والابتلاء يستبطن نعمة. ما أدري وياي؟ طيب، بالحقيقة أول خطوة في هذا الطريق التبصر. يعني شو التبصر؟ أول خطوة في طريق الله أن يتبصر الإنسان بعيوبه. هاي أول خطوة، هذا أول مقام، إنه إنسان يفتح عينه على ملكاته السيئة. كم ملكة سيئة عدة. هاي أول خطوة في هذا الطريق الأخلاقي، أو أول خطوة إنه كم ملكة سيئة عدي وأنا بعدني ما متخلص من عدها. كم ذنب، كم ذنب، كم معصية بعدها عدي، بس أنا ما متخلص من عدها. هاي أول خطوة. قال علي عليه السلام: وكلام علي علي وما قاله المرتضى مرتضى، من أراد الله به خيرا بصره عيوبه. اللي الله يريد به خير شنو؟ يخلي الأذان مال الجامع مال قلبه يأذن فلان هاي غلط، فلان هاي غلط. أكو جامع داخلي يا أخي، أكو مأذنة داخلية. بعض الناس شو يسوي؟ يشلع الوايرات مال السماعات اللي بقلبه، ما يريد يسمع. طيب، مرات أكو واحد ما منتبه ينبهوه. هسه اكو واحد منتبه يسوي روحه ما ينتبه. شلون؟ مثل اضرب لكم فد مثال بحياتنا. مره اكو واحد نايم صدق نايم، تقعد ايش بيه؟ شو يسوي؟ يقعد. زين اللي مسوي روحه نايم هذا يقعد؟ هو ما يريد يقعد، كذب. هو مسوي روحه نايم. مسوي روحه نايم، قل له اقعد. شو يقول لك؟ لا والله نايم، ما يقعد، سوي روحه نايم. بعضنا هيك، مو غافل، لا غافل عن أنه غافل. يسموها الغفلة عن الغفلة. يعني يسوي روحه لا هو يضرب روحه يمشي بدرب غلط. فيقوم شو يسوي؟ يطلع أعذار. يا بيت متدين، ليش مكشر 24 ساعة ويا البنات؟ قال شاشنا خليهن ياخذن على الإسلام نظرة مو زينة، ويقولن المتدينين مدلغمين. خلي يقولن يابا مو هاي أموال الفقراء، أنت ليش تاخذ؟ شنو أموال الفقراء؟ هاي حصتك شنو؟ مال تبوك؟ لا حصتي. يابا مو أنت هذا أخوك شيعي مسلم، ليش تحكي عليه؟ غير أحذر الناس من عده. هاي حيل إبليس. شايف بعض ما يريد ياخذ غيبة، يقول اللهم لا تجعلها غيبة وقصخوا. ولا يجعلها غيبة، شنو هي غيبة؟ بعد الله لا يجعلها غيبة. قرايبك الله يطيحها. شنو؟ لا اللهم يخلص شلون ويسوي هيك شيء. هاي شو عليها؟ ما ادري، مشي على يده. هاي حيل ابليس. الرضا رضا الله على العبد بذني. 3 عقائد صحيحة وشريعة صحيحة وأخلاق. الأخلاق تبدي بترك الذنوب وتنتهي بالشهود. لذلك قالوا الأخلاق 3، يعني طريق الأخلاق 3 مقامات: تخلية وتحلية وتجلية. 3. ومرة بالعكس، رضا العبد على الله. شلون رضا العبد؟ ما راضى على الله. اكو ناسيك ولا ماكو ناس؟ ماكو، هواي اكو ناسيك. مرة ما راضي على الله بلسانه، سولف دردم: انا الله شمطيني، انا الله شنو، انا ليش. شايفين بعض الناس، وهذا مشكلته. هذا
مرة لا لا قدام الناس ما يحكي، بس هو بقلبه شنو؟ اكو شيء من الاعتراض على البلاء، على المشاكل، على بعض الاشياء، معترض وما راضي، يعاتب الله مرات. يا رب ليش هيك؟ انا ايش سويت لك؟ هسه مو انا اصلي؟ انا مرات واحد كانه ما يعلم الله التدبير، قل له دخيلك يا الله يا رب. شوف بعض امثالنا والله العظيم كفر، قل له دخيل الله ويعطي جوز للما عنده سنون، هذا جاي يكفر. هذا يقول الله انت جاي تعطي واحد، انت شلون تعطي هذا؟ مو هذا كفر. هذا بدرجه من درجات الكفر، هذا جاي يعترض. فهذا ما راضي على الله. احيانا هاي تجر على اشياء كلش بسيطه، احنا ما نلتفت لها. قد نعترض على الشمس، على البرد، هذا وضع. طيب هذا يعني تمام الكلام العام، الدليل والرضا. بس شنو معنى أهل البيت أدلاء على مرضاة الله؟ شنو معنى أهل البيت أدلاء على مرضاة الله؟ أهل البيت أدلاء على مرضاة الله 3 معاني بيها. الدلالة المطابقية، والدلالة الالتزامية، والدلالة التضمنية. شنو يعني أهل البيت يدلون على مرضاة الله؟ المعنى الأول، صلوا على محمد وآل محمد. المعنى الأول أن أهل البيت أدلاء على مرضاة الله، أي أن قولهم وفعلهم وتقريرهم مطابقة تامة لما يريده الله سبحانه وتعالى. مطابقية يعني ما راح تجد في أهل البيت عليهم السلام أي شيء لا يطابق الرضا. خلص مطابقة تامة. وهذا التطابق التام يفضي إلى أي شيء؟ يفضي إلى العصمة، دليل على أنه معصوم. لأن هذا هو غير المعصوم. شنو غير المعصوم؟ اللي يخطأ، وما دام أخطأ إذا صدر منه شيء مخالف للرضا. فإذا واحد ما صدر منه شيء مخالف للرضا صار تطابقا بين فعله ورضا الحق جل جلاله. وهذا يعني حقيقة يعني حتى بمعانيه الدقية هو يفتح لنا نوافذ. أكو عصمة بها شوية مخالفة أو لا بها خطيئة إن صح التعبير. قال له لا تأكل من الشجرة، أكل من الشجرة. قال له مثلا لا تستعجل وتعوفهم، راح عافاهم، ابتلي بالحوت. أكو أشياء تخالف الأولى، يعني وإن كان خطيئة صغيرة معفي عنها بس هي حادثة. قال له اطلب بس مني، قال له اذكرني عند ربك، واخذ له 20 سنة بالسجن. قال بس بالنتيجة لما تيجي لآل محمد ابدا تجد شنو؟ مطابقة تامة بين فعلهم وقولهم وتقريرهم ورضا الله سبحانه وتعالى. ولذا مثلا شوف حكيهم عالي، كلامهم عالي يعني وبقوة بشجاعة. قال له يا رسول الله سبحان الله، عيسى يعني عيسى هذا العظيم يمشي على الماء. عجيب شلون واحد يمشي على الماء؟ النبي قال لهم لو زاد يقينه لمشى على الهواء. عجيب شنو؟ قال له للإمام الصادق
موسى والخضر قعدوا وصار بيناتهم هذا الحوار، والخضر علم موسى شلون علمه كذا، قال لو كنت ثالثهما لعلمتهما. مقاماتهم، درجاتهم، يعني ناس بسطاء من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه، اللي هم شرطة الخميس، تقريبا عددهم 3000. الإمام علي عنده طبقات أصحابه طبقات. أولا الأركان الأربعة، الدرجة العليا، أول واحد بالأركان الأربعة منه سلمان، يجيك سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار. بعدين يجوك الحواريين عددهم 12، مالك الأشتر وقنبر وكميل ورشيد وحبيب وفلان وفلان 12. بعدين يجوك 300 اللي هم شرطة الخميس. بعدين يجوك 1000. الإمام علي يقول لشرطة الخميس، ذولا طبقة ثالثة يعني من أصحابه، يقول لهم أنتم أشباه قوم كانوا أنبياء في بني إسرائيل. أرجوك إذا ذولا طبقة ثالثة بمقام أنبياء في بني إسرائيل، كان علي بن أبي طالب إيش عنده؟ شوف كان رسول الله إيش عنده؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. شنو يعني قاب قوسين يا أخي؟ شو أي مقام وصل يعني؟ أي مقام؟ هذه الآية خطيرة، ما واحد صعب يفتح ملفها بهذا الوقت الضيق. هذا المعنى الأول. المعنى الأول معناه أن جميع ما يصدر منهم يطابق مطابقة تامة لرضا الله سبحانه وتعالى. هاي واحد. 2 التزامية، بمعنى لو أن الإنسان أي إنسان فعل أي شيء فأمضاه المعصوم فهو واقع في رضا الله. دلالة التزامية. شنو يعني دلالة التزامية؟ يعني إنسان إذا يخلي نفسه بدائرة أهل البيت، أي شيء يصدر من عنده أو يريد يصدر من عنده، أول مرة يعرضه على اليمن، يعرضه على العترة سووا هذا الشيء لو ما سووا. يعني لو إحنا نخلي أهل البيت مراية، أي تصرف من قبلي يصدر أنا أقول هذا يوافقهم لو يخالفهم. شوفوا إخواني، يعني أيام الصحابة وأيام التابعين وأيام أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كان الأمر يمكن هين عندهم، لأن الإمام موجود، معصوم موجود. فهذا من الضيق عليه مسألة، ضيق عليه قضية، تصير عنده مشكلة، يروح للإمام يقول له مولاي أنا أريد أتصرف إيش التصرف، هذا التصرف صح لو شنو لو غلط، الإمام يمضي. إحنا لا، إحنا غربتنا غربة، إحنا في هاي الأجيال بلاءنا عظيم. لأن تخيل إمام واحد وشنو غايب، تحس بالك هاي هينة، هاي تضايقها يعني متلوع. يعني شنو يعني واحد إمامه غايب يشتاق له ما يشوفه. العرب إذا أرادوا لهم واحد وما يشوفونه يروحون للبيت، غير تروح للبيت ما تلقاه، تروح المسجد السهلة تلقاه مزار. زين صاحب البيت وينه؟ يقول لك والله صاحب. إذا تسأل الإخوان اللي يخدمون بمسجد السهلة يقول لهم هذا شنو هذا؟ يقولوا لك بيت الإمام المهدي. زين أبو البيت وين؟ يقول لك والله أبو البيت ما موجود. أكو أكثر من هاي الغربة يا أخي؟ ماكو أكثر من هاي الغربة يا أخي، غربة تقطع القلب. شنو واحد عدل
تشتم الهواء المشترك أنت وياه وما تشوفه. لا يوم شفته بين الحرمين، لا قعدت وياه بمجلس، لا بجامع، شنو هاي؟ تدري شنو يعني واحد عنده إمام وغايب؟ أنت ضايقها لو ما ضايقها؟ هاي المعنى ايش قد صعب على الإنسان لما يكون عنده إمام وهذا الإمام ما يشوفه سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. هاي شنو هاي؟ شنو هاي يا أخي؟ اقرأ بدعاء الندبة يقول له من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا، لأن هذا يعني تحن إله، تحن حنين، بس شنو؟ ماكو. زين لا أنا عن نفسي أحكي، لا بي خير وصف روحي حتى يعيني أشوفه أسلم ماكو، أنا ملوث. زين مولانا تكاملت صر قال المؤمن مبتلى بغيبة إمامه. غربة يا أخي، هاي غربة يا أخي، غربة هاي. الإنسان غايب إمامه، أنت بس عيشها وياي يا أخي. إنسان من جابته أمه للآن يحب آل محمد، آل محمد ذولا هاي العشيرة كلهم ما موجودين، بس واحد موجود. يابا هذا الواحد وقع، حتى هذا الواحد هم تقدر تشوفه، حتى هذا الواحد هم غايب. زين هسه هذا الحكي كله تسولف على نفسك. زين هو نفسه إذا واحد غايب عن الناس جميعا، مولانا ياهل وياك، ياهل يعينك، ياهل يبكي وياك على زينب. زين هم تروح مشي للزيارة، ياهل يمشي وياك. هاني بعد ما أقدر أكمل البحث. تقعد الصبح تقول له مولانا شلونكم؟ يومية الصبح، يومية واحدنا الصبح يقعد يقرأ دعاء العهد قلبه يتقطع. يوميا نقعد الصبح تريد تقول له صباح الخير مولانا صاحب الزمان، وين؟ شخبارك يلي حبي شخبارك يلي حبي يلي موهيسني قالوا بيك متعذب، قالوا لي خذاك الشيء، قالوا لي خذاك الشيء، تمشي وظهرك محدي، وبريتك الحسرة تفور، الشمس تنزلي بصدرك لو يجي المغرب، حاجيني يا رب الشوق لا تخليني بس الغيبتك أكتب، ما قلك صرت عابس
وتجننت بغيابك. انت تحبني اكثر مني والبرهان، انا مرتاح من اذنب وانت تموت من اذنب. ما قيل لك صرت عابيس وتجننت بغيابك. انت تحبني اكثر مني والبرهان، انا مرتاح من اذنب وانت تموت من اذنب. هيك الله ويصح لك بيت. الله الله الله. يصير هيك الله يشملنا بنظرته وينعم علينا بنعمته، وتطلع الناس من المحافظات والمدن والمناطق، سيارات من سوق الشيوخ وسيارات من البصرة ومن بغداد ومن الشبايش والعمارة والكوت الناس وين رايح؟ والله اليوم رايحين مسيرين على صاحب الزمان عنده مجلس على الحسين. صير هيك، صير تفتر الدنيا ويقرأ لنا عزا، يقرأ لنا عزا بصحن الحسين صاحب. صير هاي الأمنية تتحقق. خاف نموت وما شايفينك، خاف نموت وانت ما طالع. الله لا يقولها. تخيل وانت بالبرزخ بعد كذا سنة وتسمع الضجيج مال الملائكة، تقول لهم شكو صاير؟ يقولون لك صاحب الزمان طلع. أويلي أويلي شلون غربان. هيك الله ويصيح لك بيت وصير بيتك معز، وامسح ناعل ذريتك يا سيدي الطيب. وبعد شو تسوي إذا تصير خادم ببيت الإمام؟ وقرا لك نعي على الشام، وقرا لك نعي على الشام، راحت زينبي وتنحب، وين استقر بك النوى بالشام لو في نينا. يا المهدي خل نقعد سوا نبكي على محزوز النحر. يا ابن النجوم الساطعة عد كم قمار عالمشرعة، جفوف السخية مقطعة وجسمه تطشر عالنهار. يا ابن الشموس الزاهرة
الأصعب، واعذروني اعذرني مولاي صاحب الزمان. يا ابن الشموس الزاهرة جدك ضلوع مكسر، يا ابن الشموس الزاهرة جدك ضلوع مكسرة، من القفا حسين، من القفا حزة ومنحرة، قاعد على صدر الشمس، يا وارث علوم النبي، عمتك بتل الزينبي، أخذوها عيد وانا اكسبي، وزينب قصى بها الدهر. الساعات ابناء سولفنا وياه، قلنا له شخبارك مولاي، جاوبنا اسمع هالابيات، راح يجاوب. قال اسمع دعاء الفرج، والندبة صار سنين، تسألون عن طلعتي، تسألون ساكن وين، صدقوني عايش جسد حالي أبد مو زين. ليش مولاي خير؟ أسمع دعاء الفرج والندبة صار سنين، تسألون عن طلعتي، تسألون ساكن وين، صدقوني عايش جسد حالي أبد مو زين، كل مغرب أسمع صدى طلعا خوات حسين، طلعان خوات حسين، خوات حسين، لما يجيني العصور ينزاح لي احجار، ينعاد مشهد إلي زينب والف سلام، ينعاد مشهد إلي زينب، زينب والف سلاب، من الشمس تستحي معصبها كله تراب،